السلام عليكم، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نصاوب معكم واحد الكلاص اللي كيعجب الدراري الصغار او لا حتى نتوما الكبار. كيجي زوين وغادي يعجبكم وغادي يولي ان شاء الله معتمد عندكم. ندوزو دابا هي المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنايا بسكويت، تاخذوا اي نوع بغيتو. عندي هنايا دانون ديال الفريز اللي غادي ندير معاه ان شاء الله فلون د الفريز. عندي هنايا دانون ديال الحامض، يمكن لكم تاخذوا ديال الفاني، وكذلك عندي الفلون ديال البنان، يمكن لكم تاخذوا الفلون ديال الفاني. عندي السيترو ديال الحليب وعندي لاموس ديال الفاني. دابا غادي ناخذ هاد دانون وغادي نخلط معاه فلون. وبالنسبه للاموس والحليب خصنا نكونوا درناهم في المجمد واحد نصف ساعه، عاد نستعملوهم باش دغيا كيطلعوا لينا. كيف ما شفتوا يكون على هذا القوام. دابا غادي نقسم الخليط ديالي على جوج. دابا غادي ندير في الاول غادي ندير فيه هاد الدانون اللي درنا فيه الفلون ديال الفاني او الفلون ديال البنان، وغادي نطربو. الزلافه الثانيه غادي ندير دانون ديال الفريز اللي خلطناه بالفلون ديال الفريز. وهنايا غادي نزيد واحد النكهه ما حطيتهاش قبيله في المقادير، حتى هي كتعطيه واحد اللذه وواحد اللون، راها كتباع عند اصحاب الحلويات. ودابا غادي نطربها ان شاء الله. هنا غادي ناخذ هذا المول كيف ما شفتوا، غادي نغلفوه هنايا بالسلوفان. غادي ناخذ شي بلاطو ولا طبسيل ولا كيف ما كان، غادي نحطو هنايا وغادي نبدا كنستف هذا البسكويت. دابا غادي ندير هذا الكلاص. دابا غادي ناخذ هذا اللي بالفريز وغادي نديرو فوق منه، وغادي نحاول انني نبدا نقاد فيه. دابا بعد ما قاديناهم فاحنا غادي نبداو عاوتاني كنستفوا هذا البسكويت من الفوق. صافي دابا غادي نغطيها مزيان بالسلوفان وغادي ندخلها للمجمد ونخليها تقريبا واحد 6 سوايع او لا ليله كامله، ونكملوا تتمه الفيديو ان شاء الله. بعد ما خليتها باتت ليله كامله صافي دابا غادي نبدا نقطع. كان هذا هو الشكل النهائي، كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وتكتبوا لي في الكومونتير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تشجعوني باللايك، واللي ما مشتركش يشترك في القناه باش يوصلوا دائما الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.